اللي يعيش في الدنيا ياما يشوف وياما يكتسب خبرات. جربتي تعملي عجين أو عيش بدون دقيق؟ وصفة تحفة تحفة إن شاء الله هتبهركم وتعجبكم جدا. هنعمل عيش شمسي وعيش مصري بدون دقيق وبدون نشا. صراحةً هتنبهروا لمّا تشوفوا النتيجة. أنا عملت العيش المصري وأدي العيش البلدي الشمسي. يعني يكاد يكون بدون دقيق يا جماعة. أنا كل الكمية أنا حاطة كمية كبيرة جدًا من المكونين، أنا هاقول لكم عليهم مكونين رخاص جدًا، جدًا، وهيوفّروا عليكِ الدقيق أسعار الدقيق المرتفعة. تعال نعمل العيش ده ونجهّزه كل يوم في فطار رمضان إن شاء الله هيبهركم. ادخلوا على الوصفة وشوفوا هنعمل إيه في الوصفة المبهرة. تجهيزات رمضان ممكن نعمله كل يوم في رمضان، ممكن نعمله يوميًا. هيوفّر عليكِ يوفّر الميزانية خالص. كمان في ظل ارتفاع الأسعار المكونين هم يا جماعة البطاطا والبطاطس. معروف إن الناس يا جماعة ميكس عيش البطاطا والبطاطس خرافة، خرافة، خرافة. بس ما تشتريش البطاطس لا غالية ولا البطاطس غالية، لإن أنا دول اتحذف منّي الفيديو قررت إن أنا أعمل لكم محاكاة للجزء اللي هو إيه فيه البطاطس والبطاطس، لكن أنا صراحة جايباها رخيصة. البطاطس الكيلو ب5 جنيه، جبتها صغيّرة. مش مهم إن أنا إيه يا جماعة أنقّي البطاطساية اللي يعني اللي بتكون سعرها رخيص، لإن أنا طبعًا هاعجنها، فمش محتاجة برضه بطاطا برضه اللي هي هتتاكل. أنا محتاجة بطاطا أهم حاجة تكون تدّينا كمية من السعرات الحرارية، بيها فيتامين A وC وB وC وفيتامين K، غنية جدًا بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والفوسفور والكالسيوم. كمان بتعزّز صحة القلب، بتحافظ على العظام، بتحافظ على البصر. كويسة جدًا، جدًا للهضم. حلوة أوي، أوي للقولون. فلكل الفوايد دي كمان هاعمل النهارده الmix بتاع البطاطا والبطاطس. فتابعوا معايا الفيديو إن شاء الله هيبهركم خالص. أنا عاملة البطاطاية دي والبطاطساية دي لأ، ده أنا عاملة كمية كبيرة، معلش هو الفيديو اتحذف منّي، فأنا حبيت بس أعمل لكم محاكاة للي أنا عملته. أنا يعني تقريبًا عملت حوالي 2 كيلو بطاطا وبطاطس. حاولي إنِّك أنتِ تكتّري البطاطس أكتر. البطاطس بتدّي قوام للعيش حلو أوي ولون تحفة. والبطاطا كمان يعني حُطّي تِلتين بطاطس والتِلت بطاطا. خلاص هنقشّر البطاطس والبطاطا كده زي ما أنتم شايفين، وبعد كده هنحاول نقطّعهم إلى مكعبات أو دواير. وهانزل بيهم إن شاء الله هاقول لكم هنعمل إيه بعد كده عشان نخبز العيش الشمسي والعيش المصري. عيش كل يوم ببلاش بدون أي تكاليف. نتحدى غلو الأسعار اللي إحنا شايفينه الأيام دي. أولًا يا جماعة الأسعار القمح غِليت جدًا، والدقيق يكاد يكون الكيلو ب25 جنيه. تخيّلوا إن أنا هاعمل لكم الفترة القادمة إن شاء الله بإذن الله، هاعمل لكم حاجات حلوة أوي، أوي من برضه البطاطس والبطاطا مع بعض، ميكس البطاطا والبطاطس. فتابعوا القناة وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يصلكم كل ما هو جديد. بعد ما قطّعت البطاطا والبطاطس مكعبات هانزل بيهم في الحلة وشوية مَيّة وأخلّيهم على البوتاجاز لحد ما يتهروا. أهم حاجة يتهروا منّي. في الفترة اللي أنا صوّرت فيها الفيديو ده عقبال ما طلعت من النتيجة، أقسم بالله أنا جرّبت المكوّن ده عشان أتأكد إن هو ناجح، أو المكونات اللي عندي جرّبتها حوالي 4 مرّات، وكل مرّة كانت بتطلع أنجح من المرّة اللي قبليها يعني. فالفيديو ناجح جدًا إن شاء الله يبهركم وهيعجبكم جدًا. فتابعوا بس الخطوات وأنتم إن شاء الله هتتوصّلي إزاي تعمليه بنجاح. و و وإن شاء الله يبقى تعمليه إن شاء الله تعمليه كل يوم على الفطار أو في السحور في رمضان المساء. صراحةً أنا هافضل أهرس فيه كده لحد ما يتهري عندي كويس. لو يُفضّل إنِّك أنتِ يكون hand blender لإن هيدّيكِ القوام المطلوب اللي هو القوام المايل للعجين، لإن أنا مش عايزة يبقى في فرق في العجين. بُصّوا يا جماعة الهاند بلندر طبعًا ادّاني القوام المالِس أو الناعم خالص.
تعالي كده هجهز حتة من الخميرة الصغيرة قد نص معلقة الشاي كده، من الخميرة المعجون أو خميرة البيرة. ممكن لو عندي خميرة فورية ماشي، وهنزل بيها شوية مية دافية ومعلقتين من الدقيق، وربع معلقة من السكر أو نص معلقة من السكر، هيخلي الخميرة تخمر معاكي بسرعة جدا. عشان الخميرة دي هي اللي هضيفها على المكون اللي عندي، وهنشوف هنضيف ايه من باقي المكونات التانية. بص انا ضفت كمان حوالي ربع معلقة من صغيرة من الخميرة الفورية عشان تطلع معايا بسرعة، العيش يبقى حلو يعني خمور حلو خالص. اهم حاجة في الخمور طبعا في العيش ده. بعد كده ادي بص يا جماعة نقلت الميكس بتاع البطاطا والبطاطس معايا، ونزلت بيه مع نص كوباية من الزيت، نص ملعقة من الملح، وهنزل بشوية دقيق على المكون معايا، حوالي كوباية ونص من الدقيق، وهعجنه من معجنة كويسة خالص. اهم حاجة طبعا معلش يا جماعة الفيديو بيقطع مني، وانا الموبايل فيه شوية يعني مش مظبوط شوية. فدي المكونات اللي هضيفها كلها يا جماعة. يبقى هنا انا معتمدة اعتماد كلي، انا ضايفة حوالي كيلو وربع من الميكس البطاطا. وادي الخميرة يا جماعة بعد ما خمرت كويس خالص، هضيفها طبعا على العجين، وهعجن برضو كويس خالص لحد ما انا ضفت حبة دقيق تاني. طبعا اهم حاجة القوام بتاع العجين تبقى ناعمة جدا، وان انا اعجن كويس خالص عشان اوصل القوام المناسب. بصوا ادي العجينة خلصت، بصوا ناعمة وحلوة ازاي. هركنها على جنب واغطيها تغطية كويسة لحد ما تخمر، وبعد كده طبعا هحاول ان انا اقطع العجينة دي الى اجزاء. بصوا ادي الخميرة يا جماعة هوريها لكم، الخمور بتاعها حلو خالص. بصوا زي ما انتم شايفين كده خمرة وشكلها تحفة تحفة يعني. ابتدي اقطعها الى قطع صغيرة، قطعيها على حسب حجم العيش اللي انت عايزاه. انا مش عاملاها كبيرة قوي، لكن ممكن في ناس تعملها اكبر من كده. معلش انا بقطعها فوق السطوح، يكاد يكون في زي ما انتم شايفين كده، يعني الجو طبعا مفتوح، فالدنيا مفتوحة معايا. هتقولوا في حشرات عاملة معاكي، معلش انا طلعت بالعجين فوق السطوح عشان انا عايزة الوش بتاع العيش يجف مني. مش راح اقول لكم العيش قوامه تحفة تحفة، وتحسيه زي الملبن كده، واقسم بالله جميل جميل يعني. مش راح اقول يعني انتوا شايفين نفسكم، بس يعني الكاميرا الى حد ما مش ظاهرة القوام بتاع العيش او القوام بتاع العجين جميل جدا. بصوا يا جماعة انا شربت حوالي ربع ساعة بعد ما قطعته وسويت الوش، يعني فردته فردة بسيطة، بس سبت ربع ساعة بس عشان ايه الخميرة برضو تعمل مفعول شوية ويخمر مرة تانية عشان يتنفخ منك في الفرن. وهبتدي اخد العيش رشة بسيطة من الدقيق خالص، وافرده لا اما بالنشابة لا اما بايدك، يعني حابة ان انا افرده بايدي، بس انا اوريكم النشابة. وكده انا يعني هحطه بايدي بعد كده، مش هحط على على المطرحة. رشة دقيق بسيطة، وافرد بالنشابة لا اما بايديا، لان انا ما استخدمش غير الرغيفين دول في فرد بالنشابة. بعد كده عملته بايدي، وهوريكم العيش في الفرن تحفة تحفة تحفة، هيعجبكم جدا. اتمنى انكم انتوا تجربوا الفكرة ابهار والله يا جماعة. وانا كمان يعني في اول الفيديو جربته على العيش الشمسي، اقسم بالله حتى العيش الشمسي طلع احلى من العيش المصري. اتمنى تجربوا الفكرة وتقولوا لي عمل ايه معاكم الفيديو، او الفكرة حلوة ولا لا. دي فكرة حلوة خالص، هتوفر معاكي لو الناس مش قادرة تشتري القمح، عاوزة توفر يعني بصوا كمان هتقولوا لي البطاطا والبطاطس مسعرهم غالي. لا خلي بالك يا جماعة، انا في الفيديو ده مش مستخدمه البطاطس اللي هي الغاليه عشان ما اكذبش عليكم. يعني رحت جبت البطاطس، يعني انا وريتكم في الفيديو البطاطسيه كبيره، لكن انا عامه يعني قبل ما انزل انا جربت الفيديو ده وانا صورته، لكن انا والله عقبال ما نزلت الفيديو عملت الفكره دي حوالي 3 4 مرات. اقسم بالله في الثلاث اربع مرات دول يعني كل مره العيش بيطلع احلى من المره اللي قبليها يعني.
وخلوا بالكم انا مشتري البطاطس الصغيره اللي هو بيطلع عندك تلاقي في السوق اللي هو الكيلو ب5 جنيه و4 جنيه. يعني مش، واهم حاجه يكون البطاطس مش بايظه يعني او مش تالفه. انتي هتشتريها الخبيز، ما هتشتراش للقلي، وهو يبقى باقي شكلها ظاهر يعني. ونفس الحكايه برضو في البطاطا، فانا اشتري البطاطا الرخيصه مش بايظه يعني، ممكن تكون فيها حته كسر او حاجه زي كده. البطاطس دي هتدخل في السلق مش هتبان يعني. فبصوا عشان تقول الاولاد مش هياكلوها. بصوا العيش نفخه حلو ازاي يعني. انا مش هقول لكم وانا مشغله الفيديو عشان ينفخ، اللي بينفخ قدامكم اهو. العيش طلع روعه روعه صراحه يعني، ابهار كده. اتمنى ان شاء الله تجربوا الفكره دي، تخبزوه في رمضان ان شاء الله، تخبزوه على الافطار، تخبزوه على السحور، لان حتى العيش مش هياخد معاكي فتره، وهيبقى ناجح جدا ان شاء الله باذن الله. فكره موفره جدا وحلوه جدا، وهتاكلي عيش صحي جدا للناس اللي عندها حساسيه ضد الجيلاتين او ضد الجيلاتين اللي بيبقى في القمح. طبعا العيش ده يعتبر من الأكلات الصحية جدا، اللي موفر جدا كمان معاكي، صحي جدا جدا جدا. أتمنى تجربوه وتقولوا لي رأيكم ايه. شايفين النفخة بتاعت العيش جميلة ازاي؟ وانا يعني بحاول ان انا اوريكم الفيديو او العيش بينفخ ازاي جوه الفرن. بنزله بعد كده، هتوطي من تحت شوية وعلي من فوق، النار هتعلى من فوق عشان ينفخ معاك. انا عاملاه في الفرن البلدي، بس انت ممكن تعمليه حتى على عين البوتاجاز، او هتعمليه في صاج على البوتاجاز، هيبقى زي خبز الصاج بالظبط. العيش يعني والله العظيم يا جماعة طالع احلى معايا من العيش السوري، وشكله جميل جدا وابهار صراحة. اتمنى الفكرة تكون عجبتكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان هوريكم حاجات جميلة قوي خالص خالص خالص. انا كمان هعملها ان شاء الله باذن الله كده من الميكس البطاطا والبطاطس، لان عجبتني الفكرة جدا والله، لان العيش طالع النتيجة ناجحة جدا 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 وابهار. وطريقة صحية لأكل، عيش صحي خالي من الجيلاتين، حلو قوي للناس اللي هي عندها مشاكل في المعدة، عندها مشاكل في الهضم. فده ما هيسهل عملية الهضم عندك، وإن شاء الله تعملوه في رمضان، ويعتبر من التجهيزات الحلوة يعني لشهر رمضان المبارك. وكل عام وانتم بخير، وما تنسولاش في اللايك والاشتراك. شايفين العيش ناجح ازاي، ولونه خرافي بقى، لونه خرافي بقى. والله انا من كتر ابهاري انا حبيت انزل لكم الفيديو يعني. ما تنسوش اللايك والاشتراك بالله عليكم. وفي نهاية الفيديو طبعا اتمنى